عمرك سألت نفسك بيحصل ايه في اوضتك اول ما بتقفل الباب وبتخرج؟ العابك اللي فاكرها مجرد قطعة بلاستيك ممكن تكون عايشة حياة كاملة ورا ظهرك، ليها مشاعر وبيحسوا كمان بالغيرة وبيخافوا من حاجة واحدة بس، هي انك تكبر وترميهم. فيلم النهارده ده مش مجرد فيلم كرتون شفناه واحنا عيال صغيرة، ده صراع بقاء وحرب نفسية ما بين لعبة قديمة خايفة تفقد مكانتها ولعبة جديدة فاكرة نفسها بطل خارق هينقذ الكوكب. جهزوا فشاركم وركزوا معايا كويس عشان القصة اللي هحكيها لكم النهارده هتخليكم تبصوا للعابكم القديمة بنظرة تانية خالص بعد الفيديو ده. بطل فيلمنا النهارده طفل صغير اسمه أندي عنده أوضة مليانة لعب، لكن اللعب دي مش عادية خالص. بنشوف أندي وهو بيلعب بألعابه وبيمثل بيهم قصة، وبيمسك لعبة اسمها وودي وبيكون كاوبوي جاي ينقذ الأميرة، وبنعرف إنه أكتر لعبة مميزة عند أندي وهو وودي. أندي بيعتبر وودي صاحبه جدا، وبنشوف كمان تجهيزات لحفلة عيد ميلاد أندي اللي مامته بتجهزها عشان عازمين كل أصحابه، وبياخد معاه وودي للأوضة وبياخد أخته وينزل لمامته وبيسيب الألعاب كلها في الأوضة. وأول ما أندي بيخرج من الأوضة كل الألعاب بتصحى، زي ما سمعت كده، بتتكلم وبتتحرك وبيعيشوا حياة كاملة، بس بشرط واحد محدش من البشر يشوفهم. وكمان بنعرف إن وودي مش بس لعبة، ده القائد بتاع كل الألعاب، الكل بيسمع كلامه وبيحترمه جدا لأنه دايما بيفكر في مصلحة الكل. وودي بيعمل اجتماع لكل الألعاب وبيبلغهم إن في خبر مش ولا بد، وبنلاحظ إن في توتر وإن الكل قلقان عشان احتفالية عيد ميلاد أندي، وده معناه إن احتمال كبير جدا إن لعبة جديدة تيجي. وكمان بنعرف إنه قدامهم أسبوع بالظبط وأندي يعزل من البيت، فلازم كل اللعبتين يكونوا مع بعض عشان مفيش لعبة تتنسي. وبنرجع تاني لاحتفالية عيد ميلاد أندي وبنعرف إن اللعبة الجديدة دي ممكن تاخد مكان لعبة قديمة، دي ممكن تاخد مكان وودي نفسه، وكل اللعب خايفة يجي بديل ليها، وبيفضلوا يراقبوا الضيوف علشان يشوفوا الهدايا اللي جايين بيها. وودي بيقول لهم إنه هيبعت فرقة استطلاع تطمنهم، وفعلا بيبعت القائد وعساكر الجيش لمكان الاحتفال عشان يعرفوهم الأخبار أول بأول. وفي الطريق في لعبة بتتصاب، لكنهم بيقدروا يوصلوا ويشوفوا كل الهدايا وهي بتتفتح، وبيطمنوا وودي ان مفيش لعب جديده، وبيكونوا خلاص ماشيين بعد ما اطمنوا. بس في اخر لحظه بيلاقوا هديه اخيره وبيفتحها أندي، وساعتها قبل ما قائد الجيش بيبلغهم الاتصال بيتقطع، وبيحاولوا يصلحوا الجهاز والاتصال بيرجع تاني، وبيبلغهم القائد ان أندي واصحابه طالعين الاوضه، والالعاب بترجع مكانها تاني بسرعه، وبتنادي مامة أندي عليه هو واصحابه، وبيخرجوا من الاوضه وبيسيبوا اخر هديه في الاوضه. كل الالعاب بقى بتتجمع وبتروح تشوف ايه الهديه الجديده دي، وبتطلع سفينه فضاء بيكون فيها لعبه اسمها باز يطير. باز ده بقى حاجه تانية خالص، بدله فضاء وازرار واضواء وصوت وجناحات، لعبه متطوره جدا، بس هو بيكون فاكر انه رائد فضاء بجد مش مجرد لعبه، وبيتكلم فعلا اكنه رائد فضاء، وسفينته نزلت هنا بالغلط. وكل الالعاب التانية بتنبهر بيه وبتفضل تقارنه بودي، وده طبعا بيضايق وودي شويه. وكمان باز بيستعرض مهاراته قدام اللعب، وودي بيبدا يشيط من الغيره، وطبعا أندي كمان بينبهر بيه بشكل غير طبيعي، وبيبدا يهتم بيه وبيلعب معاه اكتر من وودي، وبياخد مكان وودي وسط باقي الالعاب، وبيساعدهم وهم كمان بيثقوا فيه جدا. وده بيخلي الموضوع جوه وودي اصعب، لان وودي لاول مره يحس باحساس غريب، احساس الغيره، وبيشعل الموضوع اكتر ان أندي حفر اسم رجل باز زي ما كان عامل مع وودي، وهو مش متعود على حد ياخد مكانه، مش متعود يبقى رقم 2، وبيتخانق مع باز عشان يبعد عن أندي، وبيوقفهم صوت جاي من بره، وبنعرف ان ده صوت ست جار أندي، والكل بيكون خايف منه. وبنعرف انه بيتعامل مع العابه بعنف جدا وبيدمرهم كلهم، وبيكون رابط عسكري بالمتفجرات، وباز بيشوف سيد بالمنظار وبيكون عاوز يروح يوقفه، لكن الالعاب بتمنعه، وفعلا سيد بيفجر العابه. ومامة أندي بتدخل عليه وهو بيلعب مع وودي وباز، وبتقوله انهم هيروحوا يتعشوا في كوكب البيتزا، وبتقوله مسموح لك تجيب لعبه واحده. وودي بيكون خايف ان أندي يختار باز، فبتجيله فكره شريره انه يتخلص من باز بطريقه غير مباشره، يحاول يوقعه من على المكتب، لكن الخطه بتفشل. بس بالصدفه بيقع من الشباك لما بيحاول يتفادى انه يقع ما بين المكتب، لكن باقي الالعاب بتفتكر ان وودي هو السبب، والالعاب كلها بتقرر تعاقب وودي. لكن قبل ما ده يحصل أندي بيتدخل عشان ياخد باز معاه، ولما مش بيلاقيه بياخد وودي، لكن باز بيلحق يمسك في عربيه أندي ومامته قبل ما تتحرك. وفي اوضه أندي الالعاب كلها بتحاول توصل لباز عشان تنقذه، وودي بيكون في العربيه متضايق انه عمل كده، مش علشان ندمان ولا حاجه، علشان الالعاب مش هتسيبه في حاله. وبيدخل عليه باز وبيفرح انه لقاه عشان يطلع قدام الالعاب مش هو السبب، وبيبدا باز وودي يتخانقوا وبيقعوا من العربيه، وبتيجي مامة أندي وأندي يتحركوا من العربيه وبيسيبوهم في الشارع. وودي بيكون زعلان جدا عشان بقى لعبه ضايعه، وبيتخانقوا وكل واحد بيمشي في طريق، لكن بتيجي عربيه بتكون رايحه كوكب البيتزا، وودي بيفكر انه ما ينفعش يرجع لوحده لان اللعب مش هتسيبه، وبينادي باز لكنه ما بيكونش عاوز يروح معاه، وبيخدعه. وودي بيقوله ان في سفينه فضاء عشان يوافق يرجع معاه، وبيركبوا فعلا وبيروحوا كوكب البيتزا وبيشوفوا أندي ومامته. لكن قبل ما يوصلوا لهم باز بيروح لمكان فيه سفن كتير، وودي ما بيكونش عاوز يرجع من
غيره، فبيضطر يروح وراه. وبتحصل أسوأ حاجة ممكن تحصل للعبة في حياتها، ان سيد جار اندي بيختار باز في اللعبة اللي بيكونوا دخلوها بالغلط، وبيكون وودي ماسك في باز، فالاتنين بيروحوا بيت سيد. بصراحة ده بيت الرعب بجد. واول ما بيدخلوا بيلاقوا كلب سيد المفترس، وده بيعض في اللعب كلها. وبنشوف سيد وهو بيرخم على اخته وبياخد عروستها وبيرجعها ليها جسم عروسة براس ديناصور مرعب بجد، وبيخرج يجري وراها عشان ما تقولش لمامتها. وبيخرج وودي جري من الشنطة عشان يحاول يهرب. وبتخرج العاب سيد المرعبة بجد، راس عروسة بجسم عنكبوت، وكل حاجة في الأوضة بتخوف. وبيستخبوا تاني جوه الشنطة. وبنرجع لبيت أندي والألعاب بتكون بتدور على باز. وبنرجع لأندي ومامته، وأندي بيكتشف إن وودي ضاع، والألعاب بتكون فاكرة إنه هرب. وبنشوف سيد وهو بيرمي وودي على الأرض وبيلعب معاه بوحشية كالعادة. ولما بيخرج سيد من الأوضة بينسى الباب مفتوح، وبيجري وودي عشان يهرب من بيت سيد، ولكن بيلاقي قدامه الكلب الشرس بتاع سيد. وبيرجع تاني بسرعة على الأوضة، وبيحاول هو وباز يشوفوا طريقة للهرب، بس للأسف وهم بيهربوا صوت وودي بيشتغل، وبيسمعهم الكلب بتاع سيد وبيجروا بسرعة. وبنشوف باز وهو بيستخبى وبيشوف إعلان في التلفزيون، وبيعرف إنه فعلا مجرد لعبة مش رائد فضاء زي ما كان متخيل. وبيكون باز مصدوم وحزين جدا، وبيحاول إنه يجرب يطير من الشباك، ولكنه بيقع من قمة خياله لأرض الواقع. وبتلاقيه أخت سيد واقع على الأرض وبتاخده، وبيدور باز لكنه بيكون مصدوم. وبتيجي لودي فكرة لما بيشوف الشباك إنه يتواصل مع أصحابه في بيت أندي، وبيحاول يوصل لهم حبل، لكنهم بيرفضوا يساعدوه علشان اللي عمله في باز. وبيرموا الحبل تاني، وبتتلم لعب سيد المرعبة على باز، وبيكون وودي فاكر إن هم هيبوظوه، لكنهم كانوا بيصلحوا دراعه. وبيدخل سيد وبيكون جاي له طرد فيه صاروخ ناوي يفرقع بيه لعبة، وبدل ما ياخد وودي أخد باز. وخطة سيد باظت النهارده بسبب المطرة، وإنه مش هيقدر يفرقع الصاروخ، بس هو أجلها لبكرة. وبالليل بيطلب وودي من باز إنه يساعده يشيل الصندوق اللي فوقيه، لكنه بيكون محبط ومهزوم ومش فارق له إنه يروح بيت أندي أو سيد. وودي بيحاول يشجعه، وفعلا بيقدر يرجع له تاني ثقته في نفسه. وبيبص على رجله اللي أندي ماضي باسمه عليها، وبيقرر إنه يخرج وودي بسرعة. وبيلاقوا عربية العزال وصلت لبيت أندي، وبيكونوا خلاص هيهربوا، بس المنبه بيرن وسيد بيصحى وبياخد باز ويجري وبيحاول يحصله، لكنه بيلاقي الكلب الشرس قدام الباب. فبيقرر يطلب المساعدة من اللعب المرعبة اللي في أوضة سيد، وفعلا بيقرروا إن هم يساعدوه. وبنرجع تاني لبيت أندي، وبنشوفه وهو حزين إن لعبته ضاعت. وبنرجع تاني لبيت سيد، وودي بيحط خطة عشان ينقذوا باز، وبيبدأوا ينفذوها. وبيحاولوا يشتتوا انتباه الكلب، وبيفتحوا الباب عشان وودي يقدر يخرج للجنينة عشان يقدر ينقذ باز. وفعلا بينجحوا في خطتهم، وبيخرج لباز واللعب كلها بتقرر ترعب سيد، وبيتكلموا معاه وبيتحركوا وبيتلموا كمان حواليه، وبينجحوا ان هم يخلوه مرعوب من كل الالعاب. وفي الجانب التاني عربية العفش بتكون ماشية، وبيحاولوا يلحقوها، لكن باز بيعلق في سور الجنينة وبتمشي العربية، وباز وودي بيجروا وراها وبيقدروا يمسكوا في عربية العفش. لكن الكلب بتاع سيد بيشوفهم وبيجري وراهم، وبيمسك في وودي، وبيحاول باز يساعده، وبينط على الكلب وبيقع باز من العربية. وبيفكر وودي انه يرمي له عربية عشان يقدر يخلي باز يحصلهم، لكن الالعاب كلها بتفتكر انه بيرمي لعبة تانية، وما بيكونوش فاهمين انه بيحاول يساعد باز. وبيعطلوه على انه يحرك العربية، وبيرموه كمان من عربية العفش. بس بعدها بيعرفوا ان وودي ما كانش بيكذب لما قال لهم انه بيساعد باز، وبيحاولوا يساعدوهم، بس بطارية العربية بتكون قربت تخلص، وده بيصعب الموضوع اكتر عليهم. والبطارية فعلا بتفضى، لكنهم بتجيلهم فكرة ان هم يولعوا الصاروخ، ولما الكبريت بيطفي بيحبطوا جدا. وبتيجي فكرة تانية لودي انه يستغل انعكاس الشمس، وبينفجر الصاروخ فعلا، وفعلا بيقدروا يوصلوا لعربية العفش، وبيرموا فيها العربية، وبيفضلوا هم طايرين وبيمسكوا في بعض. وبدل ما ينزلوا في عربية العفش بيقرروا ينزلوا في عربية أندي، وبيفرح أندي جدا انه لاقاهم، وبيروحوا البيت الجديد. وبنشوف أندي وهو بيفتح ألعاب جديدة بمناسبة السنة الجديدة، وبيجيله هدية مدام بطاطس. وطبعا أستاذ بطاطس بيكون فرحان جدا انه لقى حد يونسه، وبيكون باز قلقان جدا ان في لعبة جديدة تيجي، لكن وودي بيطمنه ان مفيش لعبة هتاخد مكانه، بس بتحصل حاجة بتخوفهم اكتر، بتجيله هدية كلب. وفي النهاية علمنا فيلم توي ستوري ان قيمتك الحقيقية مش انك تكون الافضل او الاشهر، لكن في انك تكون صديق مخلص للي بيحبوك. احيانا المنافسة ممكن تعميك عن مكانتك عندهم وتخسرك كل حاجة. وبكده بيكون الجزء الاول من فيلمنا حكاية لعبة خلص. بس قبل ما تقفلوا الفيديو خلونا نختم بحاجة اهم بكتير من اي فيلم. ما تنسوش تصلوا على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتدعوا لاخواتنا في فلسطين. لو عجبكم التلخيص والطريقة ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. كانت معاكم مريم، واشوفكم في فيلم جديد وحكاية اقوى. سلام.